شايف انت الواد الكحان ده؟ هو ده اللي هينقذ العالم من هجوم الشياطين، وهيدخل مدعكة مع ملك الشياطين حياة او موت. فتتوقع مين اللي هيكسب يا زمالة؟ البشر ام الشياطين؟ عاوز تعرف؟ فلازم تركز معايا. ده هو متياس، ولد عادي رايح يتقدم لأكاديمية السحر، وهو ماشي مع السواق بيحس بوجود وحش قريب منهم، وبيقول للسواق انه حاسس ان في وحش كبير في المكان. فالسواق بيضحك وبيقول لا يا عم، مستحيل يبقى في وحش هنا اصلا. وهم بيتكلموا بيدخل وحش عملاق عليهم، هو بيكون هيموتهم، وفي ثانية الوحش وقع ميت على الارض. بطلنا في لمح البصر موته. صدمة يا معلم. وبعدها بيوصلوه الأكاديمية، وبطلنا بيودع السواق، وقعد يبص على حلاوة المكان. وهو ماشي بيسمع صوت زعيق كده، فبيدخل علشان يشوف في ايه. بيلاقي بنت قاعده تتزل على الراجل ده، وبنعرف ان المكان ده بيتصنع منه السيوف. والبنت قاعده تقول للراجل اعمل لي سيف جديد، والنبي يا عمو انا رايحه اقدم للاكاديميه ولازم يكون معايا سيف جديد. قال لها مش هينفع، لازم استخدم السحر علشان اعمل لك واحد، وما فيش حد موجود دلوقتي. قال لها عندك سيوف كتيره، اختاري لك اي واحد. قالت له جربت الكل وما فيش حاجه حلوه. قال لها اعمل ايه يعني؟ لازم سحر علشان اعمل لك اللي انت عايزاه. وبصراحه البنت تصعب على بطلنا، فبطلنا بيقول انا موجود، ممكن تستخدموا سحر عادي. والراجل بيقول يا عم انت سحرك ضعيف مش هيعمل حاجه، ولو عمل هياخد يومين على الاقل. فالبنت بتقول له اعمل السيف انا موافقه، وبتدي للراجل الحجر السحري وبتقول انا بثق فيه. وبيقول لها هنضيع وقت على الفاضي. قالت له ان شاء الله هينجح. وبعدها بيقعدوا يتكلموا شويه وبيتعرفوا على بعض، وبنعرف ان البنت ديت اسمها الما. وبيقول لها انا متياس وممكن تدلعيني بماتي. يا حلاوتك يا معلم. وبعدها بتدخل عليهم واحدة، وإذ خاصة صاحبنا بيبص وراه بيلاقي بنت جميلة شكلها تلعب يا صاحبي. وبنعرف ان اسمها لوري، وبتقول لها انا ما لقيتش حد يعمل لي السيف. قالت لها متياس موجود، وصاحبنا بيتحرك منها. وبعدها السيف انتهى، فاضل متياس يضيف سحره. وبعدها بياخد الحجر وبيفعل تعويذة سحرية. كلهم اتصدموا، والسيف بيكون نار يا صاحبي. وبعدها البياع بيعتذر منه وبيقول له تحب تبقى ساحر؟ بطلنا رفض. وبعدها الاختبار بيبدأ، وبطلنا واقف لوحده. بتيجي لوري بتقول له هتتقدم انت في الاختبار؟ بيقول لها ايوه. وصاحبتنا بتكون شرسه يا صاحبي ونجحت بكل سهوله في الاختبار. وبيجي دور متياس، قال له انت متياس اللي عملت بقوتك السحريه سيف لوري. قال له هشوف قوتك اللي علمها لك ابوك. ومتياس بيقول له انت تعرف ابويا؟ قال له وقال له جهز يا صاحبي. وبطلنا بيحلل التحليلات اللي قدامه وبيهجم بقوه جباره، وكلهم اتصدموا. وفجاه طير سيف الخصم واستسلم بسهوله. وبعدها بيخشوا على الاختبار التاني، انهم يسيبوا الاهداف الخمسه دول بالنار، ولور بتدمرهم بسحرها. وبصراحه مش بطاله، وبطلنا بيحلل هجومها وبيعرف انها لسه ضعيفه. الشر دي قوتها واحده، وانا شرطي ليها 4 قوى. ومتياس بيسال وبيقول ينفع تستخدم قوه غير السحر؟ القاعده بتقول عادي، بس كده كده هتنجح بسبب فوزك في المستوى الاول. وبيقول للمعلم ابعد شويه. واحي الواد بيستخدم قوه جباره، ومن قوتها بيفكر وبعدها بيلبس هدوم الأكاديمية، وبتيجي لور وألما وبيتصدم من جمالهم. وبينزلوا بعدها للساحة، والقائد بيعرف عن نفسه وبيقول أنا إدوارد. وبيفشخر في نفسه حبتين، وبيقول لهم طوروا مهاراتكم، وبيسيبهم وبيمشي. وهو ماشي بيقول ماتياس تعال على مكتبي. وبطلنا بيكون مرعوب وبيفكر هو قال له تعالى ليه؟ علشان دمرت القاعدة وقال هيطردني أعمل إيه؟ هو بيدخل وبيقول له أنت هزمت قائد الفرسان واستعملت تعويذات جبارة. وبيقول له أنا جايبك هنا وعارف إنك حللت كل قوة الطلبة وانت استخدمت السحر انتهى من زمان. هو بيقول له بقى عاوزك تساعدني اعلم التعويذات بتاعتك للطلبه هنا. هو بطلنا بيوافق وبيقول له المملكه الاولى لازم نتكلم على كل حاجه فيها، وعاوزك نعلمهم تعويذات الصامده في المسابقه الجايه. وبطلنا بيوافق. وبعدها المدرس بيقول للطلبه ان في معلم جديد وهيعلمكم تقنيات جديده، وبينادي على متياس. وكلهم اتصدموا انه طفل. ما علينا. بطلنا في ثانيه بيتدمر الاهداف كلها بسحره وهو ساكت. وبيجي دور على طالب كده بيخش بسحره ولا واحده بتظبط. والما بتيجي على حقها وبتقول له متياس شوف بقى يا معلم وتعلم. وبتعمل شويه تعويذات وبالعافيه بتيجي في واحده. وبعدها بطلنا الفشيخ بيقول وريها يا لوري، وبيمدها بشويه سحر كده وكلهم قوتهم عسل الصراحه. وبتقول له صح يا متياس؟ بيقول لها ايوه. وبعدها بينقل لها شويه سحر منه وبتفرح جدا. وبيمر الشهر وبنشوف لوري بتتكلم مع متياس وبتقول له كل سنه الاكاديميه الاولى بتكسب الاكاديميه الثانيه وقوتها في السحر عاليه. قال لها افضل مني. قالوا له قوته وصلت للشياطين. وبعدها
وبعدها بيخلص معاهم وبيمشي فكر لوحده في الشياطين، والولاد دول بيستهزئوا على شارة بطننا وعلى قوته، وبطننا بيعرف ان ده مش ولد عادي، ده الشيطان يا صاحبي. وبعدها القائد بيقول الاختبار بدأ وبيهجم على بطننا بالسحر اللهب، وفجأة بطننا بيتصدم في ثانية. يا ابن اللعيبة، والواد ده بيهجم وكله مصدوم من عظمة بطننا، وأوب بطننا بيهجم على الشيطان، وفجأة الشيطان بيطير يا معلم وبيهجم على بطننا بتعويذة كده، وبطننا بيجيب اخره وبيستعمل التعويذات الاربعة، والولد بيهجم وفجأة صاحبنا صدها بكل سهولة. الواد مصدوم وبوم بطننا عور الواد، فالواد اتعصب وظهر قوة الشيطان اللي جواه وكله اتصدم. هو ده ديلفيس طلع شيطان، والمدير بيقول اخلوا المكان، والشيطان بيهجم على الغفلة وبطننا بيتصدى بكل مهارة يا صاحبي، وبطننا اتعصب وجمع قوته وبوم فرتك الوحش في لمح البصر. يا حلاوتك يا معلم. وبنعرف ان بطلنا كان يدعى الحاكم غياث وبيقول ان في مشاكل كتيره هنا، وبعدها لوري بتجري عليه وبتطمن انه بخير، والما بتيجي بتقول لها احم احم، فبتكسف جدا. وفي نفس الوقت ادوارد اخذ متياس للحاكم، ومتياس بيعرف على نفسه، والحاكم بيكون فرحان انه هزم ملك الشياطين، والحاكم اعطى متياس قطعه ارض وبيقول له انا جاني سيف سحر من كام يوم واتقال لي ان في طفل هو اللي عمله. فبطلنا بيتذكر ان البياع طلب منه يعمل سيف زياده. الحاكم بيقول له حاسك مش راضي، عاوز ايه تاني؟ قال له عاوز مواد الدماس ليا، وقال له انا مش هاخدها كلها، دي اغلى من الذهب اكيد. وبيقول مع نفسه في حياتي القديمه كنا بندخل في حروب علشان الدماس بناخدها من الوحوش، وبيقول انا هبقى غني وهم ما يعرفوش قيمه الدماس اصلا. الحاكم بيقول له يا عم خلصه، وبيقول له ان السحرة الاربعه اختفوا من المملكه، وبيقول له انهم ظهروا السحر من زمان قوي، وبيقول له يبقى الشياطين بيدخلوا المملكه من مده. ميتياس بيقول مع نفسه ان الشياطين في زمانه كانوا بينقرضوا اصلا، او ممكن بعد ما مات هم دخلوا بين البشر ونشروا السحر غلط علشان يسيطروا على العالم. وبيقول للحاكم ان خطه الشياطين الجايه انهم يزودوا قوتهم ويقضوا على المملكه دي، وبيقول له انه اكيد هيقوموا في 3 شهور، وقال له لازم تغطي المملكه بحاجز ولازم نلحق، ولو اجتمع الكل هنلحق نغطي المملكه بالكامل. وقال انها تكلف بتعليمهم السحر الصامد. واعلن الحاكم ان متياس هو القائد للمعركه ضد الشياطين، وبعدها بطلنا بيدور على الحاجات المطلوبه علشان يغطي المملكه، وفجاه بطلنا بيشوف سيف والجند بيقول له ما حدش قادر يستخدمه، وبوم الشعله اللي في ايد بطلنا بتنور، وبنعرف ان بطلنا هو اللي صنع السيف ده بنفسه في حياته التانيه. وبياخد السيف وبياخد شويه حاجات كده كان صنعها في حياته القديمه، وبنروح في الساحه بنشوف الطلبه بيكونوا اتطوروا اكتر، وبطلنا بيكون فرحان وبيفضل يتكلم مع نفسه. وبعدها بتيجي لوري بتقول له هو انت قررت تعمل حاجز تحمينا بيها؟ قال لها ايوه، ولسه هجمع حاجات من الدماس، وبيطلب منهم انهم يجوا معاه للدماس، وبيعلمهم ازاي يستخدموا السهام، وبوم بيفرتكها بهجمه واحده، وبيقول لها انت معاكي افضل شاره الرمايه يعني، وبيوافقوا انهم ينضموا معاه للدماس. وبعدها بياخدهم تحت الاكاديميه، وبنعرف ان ده هو الدماس، وبيجيب وحش صغير وبيقول لهم يلا وروني بتعوذاتكم. والصراحه بتطلع بطل يا صاحبي، وبيفضل يعلم فيهم شويه، وبعدها بيتقسموا الما في طريق واللوري مع العسل بتاعنا، وبعدها بيكلموا وبيقول لها عاوزين معدن خام، وهي مش فاهمه يعني ايه، وهو بيكسر الجدار وبيقول لها هو ده، وبيقول لها هنحول ده لحجر خام وبعدين لماء وبعدين لتعويذه وبعدين نستفيد منه. وبتقول له اكيد ده بيستخدم في صناعه الاسلحه. بيقول لها ايوه اكيد تفهميني. وبنروح عند الما بتكون عامله شغل بفتيكه مع الوحوش، وكل شويه تجمع احجار، وماتياس بيقول لهم وصلنا لطابق العاشر. بيتصدموا بيقول لهم يلا خدوا ده الاختبار علشان اشوف انتوا اتعلمتوا ايه، وبيكون مكان مخيف جدا وبيظهر حاجه مقززه كده، فالبت بتدمرها بتعوذه النهار مش بيموتوا، فالبت بسهم واحد بتموتهم، والصراحه بيعملوا شغل عظمه. وبطلنا بيكون فرحان قوي، بس الفرحه مش بتدوم. بيظهر زعيم الطابق قوته عظيمه يا صاحبي، بيهجموا ولا حاجه بتلمسه، بس بيتجمعوا مع بعض وبوم بيدمروه يا صاحبي. وبطلنا بيعمل لهم حاجه السحر وبيقول لهم ارتاحوا حبه حلوين، وبيسيبهم وبيقول لهم يلا بقى انا طالع لطابق ال 25. وبيخلع وبيتدمر في الوحوش واحد ورا التاني، وبيفرح من الحاجات اللي بيجمعها، وبيحس ان زعيم الطابق مش بعيد، وبيقول انا دلوقتي قوتي اقل من ربع حياتي القديمه، وبيقول هعمل ايه يلا ههجم وخلاص. وبينزل خد الصدمه دي يا معلم، بيلاقي السرد من الوحوش وبضربه واحده بيدمرهم، وبيفعل مهاره اسمها الكشف البعيد، وبوم بيترمى عليه ضربه وطبعا بيتفاداها، ويظهر ثعبان كبير، وبطلنا بيكون خايف علشان ضربه واحده هتجيب اجله، وبيقول يلا انا ما استمتعتش من زمان، وبيفعل قوته وبيهجم ولكن ولا
ولا حاجه بتحصل. بيجرب مهارات تانية برضه ولا بتأثر. راح كسر حجر سحري واتجمع الطاقه في سيفه وبضم قضى عليه بضربه واحده هزت المكان كله. حتى الشياطين سمعوا الضربه وقالوا اكيد ده مش بشر يعني. وماتياس بيرجع لاصحابنا وبيقول لهم انه قتل وحش الطابق كله وكان قوي وعملاق وبيتصدموا. وبعدها بيروحوا علشان يبيعوا الحاجات اللي جابوها من الدماس. وبتقول لهم الواد ده صاحب الشعر الكحيانه بيشيل لكم الحاجات بتاعتكم صح. بيدافعوا عنه فبيقول يلا بصي انا جبت ايه. وبينزل لها الوحش العملاق اللي هزمه وبيقول لها يلا هاخد ايه. البت بتصوت من المنظر وبتقول ازاي خزنت ده؟ انا سمعت عن حاجه عن تخزين بس ما صدقتش يعني. بتقول لهم يعني متاكدين انكم عايزين تبيعوها؟ وقال لها في حجر كمان عايز ابيعه. وبيتصدموا ان ده الحجر السحري. البنات بتقول له استخدموا للحاجز. قال لهم لازم واحد اكبر ويبيع الحاجات ب 750 جنيه يا معلم. وبيقسم على كل واحد 250 جنيه. وهم بيتكلموا بيحس بحاجه كده بيقول لهم يلا نرجع للاكاديميه. وبيقولوا له هو في ايه؟ قال لهم الشياطين بيقتربوا. وبيقول لهم ان الواد ده ضعيف اما اللي معاه قوي. وبيقول لهم انا هتولى امر الشيطان الاقوى. شيلوا انتوا الواد ده. اتصدموا انهم هيقتلوا شيطان اصلا. وبيطمنهم وبيقول لهم لازم نوقف الشيطان دول قبل ما يوصلوا للاكاديميه. والشياطين بيفكروا يعملوا ايه ومن حيث لا نعلم بعتنا بيهجم على الشيطان العملاق بالسيف. بيقول ازاي بشر زيك؟ بعتنا بيحلل الدنيا كده. والشيطان بيقول له هو انت بقى اللي هزمت الواد تبعي؟ قال له واللي عندك اعمله. وهجم عليه بضربه سحريه وبطلنا بيتفاداها بكل سهوله وبيحلل الدنيا بيستخدم قوتهم عليهم. والشيطان بيقول له عاش عليك يا ولد. وبعدها بيمشي ولكن بيكون محضر لهم مفاجاه بيخلي البنات تحدف بسهام عليهم وعطلت سحرهم شويه. والشيطان التاني بقى بيجي يستعوذها وبيقول له ورينا بقى هتعكسها عليا ازاي. وبطلنا بيحلل الدنيا في سكات وبوم بضربه صغنطوطه كسر التعويذه بتاعته وبيهجم عليه. الشيطان اتعصب قال له تعالى ياض. وبطلنا بيجيبه يمين في شمال قاعد يلعب معاه صاحبي. والشيطان بيحاول يخلع بس هتفتكر باب الحمام زي دخوله. بوم كرة السحر بتاعت بطلنا بتجو على الارض. وبطلنا بيديله في وشه. وماتياس بينزل عليه يديله القضيه. ابن القلحه فعل تعويذه عليه وبيقول له يلا يا صاحبي ابلع. وبيتفاداها صاحبنا بكل سهوله. بطلنا جاهز له العشاء وقعد يطحن فيه وخلاص جابه على الارض. وكان الشيطان هيديله تعويذه جامده بس بطلنا جاب الارض. وصاحبتنا بيعمل شغل عظمه كمان مدوخين ام الشيطان. وبعدها بطلنا وصل وبيقول له بص تحتك كده. بيتصدم الشيطان انه صاحبه مرمى على الارض واتقبض عليه. بطلنا بيقول له جاهز يا بطل يلا بضربه واحده هجيبك في الارض. وبينادي على ألما بيقول لهم يلا بوم بوم قطع جنحته وجابوه على الارض. والناس بيتكلموا ازاي طالب في الاكاديميه كده يهزم الشياطين لوحده. وبيقولوا من دول بس لسه في كتير. وبيقول لهم يلا علشان اعلمكم ازاي تطيروا. وبعدها بيروح عند الحاكم والحاكم بيقول له شوف انت عاوز ايه وانا اعمله لك. بيقول له عاوز دماس تاني. الحاكم بيقول له يا عم هشوف لك احلى واحد. وبيبص على نساتنا بيقول لهم وانتم عاوزين ايه؟ ألما بتقول له عاوزه فلوس. بيقول لها عينيا. وبطلنا بيبص وراه بيقول له اخرج تعالى انا حاسس بيك. وبيقول الشياطين بيراقبونا. وبيطلع كلامه صح وبيكهرب امه. ومتياس بيقول له هو ايه المدن ديت؟ الحاكم قال له مدن اتدمرت على يد الشياطين. قال له بس الشياطين مستخبيين هناك. بيقول له تعوزت بتقول لي كده. الحاكم اتصدم قال له تعوزتك؟ فبيقول له هنعمل ايه يعني؟ بيقول لهم لازم نروح هناك. وماتياس بيقول لازم نكتشف طريق نروح به هناك. وبنشوف بطلنا ماشي مع نساتنا وهم قاعدين يتريقوا على المعلم بتاعهم. وبيقول لهم يلا وصلنا ويلا نركب العربيه ديت. بيقولوا له عربيه دي تنين مخيف. فبيقول لهم سيبوني هعمل اتفاق معاها. وبيقول تنين الظلام ده كان كلب عندي زمان انا وارث نعرف بعضنا. التنين بيقول له مش هدخلك انت دخيل. قال له يا كلب مش فاكرني. والتنين بيجهز تعويذته وبطلنا بضربه الغاها كلها. حبايبنا اتصدموا ان بيتكلم لغه التنانين. التنين بيقول له هو انت تعرف واحد اسمه غياث بجد؟ هو مات قبل الاف السنين وقال لي انه سيتم ولادتي مره تانية. ميتياس بيقول له ايوه انا هو. التنين بيقعد يعتذر يقول له انا اسف. بيقول له بالله عليك ما تقتلني. وقاعد يترجاه بيقول له يا عم ما تخافش مش هكلمك. قال له انا محتاج بس اهزم كام شيطان كده بس المكان بعيد. وبيقول له خدنا يا عم هناك. التنين قال له يا عم ما تستخدم الشاره بتاعتك وتروح. بيوريها للتنين الصدم انها قالت انت المفروض تاخد اعلى من كده. فبناتنا زهقوا خلاص. بيقول لهم تعالوا يلا. التنين بيقول له بص يا عم على جناح اتكسر ازاي. فقال له انت لما انفجر مفاعل سحري في المملكه وده رجع البشر للعصر الحجري
وبيقول له ينفع تصلح لي دراعي؟ بطلنا بيقول له بص يا عم هجرب بس مش ممكن يطلع احسن حاجه، وفعلا استخدم قوته وعالجه. قال له يلا يا عم يا دوب بقيت حلو شويه. التنين قاعد يشكر فيه وبطلنا بيقول له انا هنا اسمي متياس، ويبقى يا حمار انت ما تقولش لحد ان مت واتولدت تاني، خليه سر منا. بيقول له اكيد يا معلم. وبعدها بيقول لهم يلا انا اتفقت مع التنين. وبعدها بيروحوا كده وبطلنا بيقول له يلا روح المدينه ديت بعد 4500 متر يا صاحبي. بيقول له اصبر انت ايه هتجري ليه؟ خليك على مهلك يا عم. بيقول له علم يا معلم. وبعدها بنشوفه نزل على واحد اسمه نصفين واصحابنا مصدومين، وبيقول لسه في واحد انا حاسس وهو قوي جدا. وبعدها متياس بيفعل تعويذه الاختفاء وبيدخلوا وبطلنا بيديلهم شويه قوه، وفي ثانيه بتكشف الوحش وبام بيهجم عليه بمرتده. وقعد يتريق شويه على بطلنا بيقول يا ابني انت مين؟ مستحيل متياس يوصل هنا. وبعدها بيهجم وبطلنا بيتصدى ضرباته بكل سهوله، وقلمه شغاله بسهامها ولا حاجه بتحصل. واخ الوحش اتجمد مكانه، فالوحش اتعصب وظهر قوه قويه جدا. وبعدها بيهجم على الانسات بتوعنا. ينفع يا صاحبي؟ لا والله. في الثانيه بيختفوا. ماذا حصل؟ وبام سحبنا بضربه واحده جابوا في الارض. بيقول لهم ارجعوا انتوا بقى سيبوني على الباقي. وبعدها صاحبنا بيفعل شويه عوزات كده وبيكشف فين الوحوش حتى بعد ما كانوا مختفين. وبيقول له تعالى يا بطل. وبيهجم على بطلنا وبيتصدى كل هجماته. الشيطان بيدوله ضربه بتقطع دراعه. تتوقع يسكت له؟ لا والله. في الثانيه بطلنا بيرجع دراعه تاني وبوم هجم عليه. عصب الشيطان في دراعه اتعصب زي اخواته. ظهر قوه فجره يا صاحبي. بطلنا قال له وريني اخرك يا معلم. والشيطان بيقول له وريني انا اختفيت، وريني بقى هتعمل ايه. بطلنا في ثانيه بتعاوز اظهره تاني. انت يا ابني والله حاجه مفتيكه. بطلنا بيعمل حاجه ما تجيش على بال المعلمين، عكس التعويذه بتاعت الشيطان وخليه يمتص كل القوه علشان يحصل كده وبوم ينفخ يتكسر ويظهر حجر كبير خارج منه. وبنلاقي اللوري بتتحدف عليه ويخايف عليها. وبعدها بيقول لهم ان الوحوش كلهم في العاصمه. بيقول هنحتاج لمساعده من الاكاديميه. بطلنا بيعرض على تنين يكون طالب في الاكاديميه. بطلنا فعلا بيحول البيت ملط يا صاحبي. فشفنا العجب ما علينا. وبعدها بيروح للمعلم وبيحكي له انه قتل الشياطين. وبعدها بيقول له ماشي يا عم هديك جايزه. وبيقول له انا عاوزك تقبل الطلبه دي معانا. والمدير بيقول له لازم تعدي من الاختبارات، وهي وافقت. وبطلنا بيقول لو اتعصب التنين ممكن ينفجر علينا او يدمر المملكه. وبعدها بيمشوا كلهم وبطلنا اخد يد التنين وقال لها اسمك ارس، وعمل لها اشاره كده على ايديها. وتاني يوم ارس بتقف قدام الامتحان وبتاكل في الحبر ومش عارفه يعني ايه اصلا. بعدها المعلم قال له يا عم تعال نجرب في الاختبار المهارات، واخدهم. والراجل ده بيقول كان افضل مبارز قتلته هو متياس لما نشوفك بقى. وبنعرف انه اسمه غياس. وبنتين اول ما مسكت السيف وقع منها وغياس هجم عليها وارس بتتصداها بايديها واتصدم انها ما اتعورتش وبترفعه وبطلنا بيزودها بقوه وبوم بتطير امه. المعلم كان مصدوم بيقول يلا الامتحان اللي بعده. وارس بتعمل تعويذه وبتضرب ما فيش حاجه بتيجي. وبطلنا بوم خدت كل حاجه بضربه من غير ما حد لاحظ وبرضك مش بتيجي. وبطلتنا مش بتعرف تعمل حاجه وكلهم يأسوا. وبعدها بتتعصب وبتدمر المكان كله. وبطلنا كان عامل تعويذه حمايه. وبطلنا بيقول للمعلم ها تمام ولا ايه؟ قال له انا خفت منها يا عم اللي تشوفه. وبيقول نجحتي. والمعلم بيعيط دي السبب انها دمرت ساحه القتال. وبعدها المعلم بياخد متياس في حاجه كده وبيقول له كل الشارات الموجوده في الاكاديميه الاولى، وقال له لازم شاره. فالمعلم قال له هقول للحاكم وهو يتصرف. وبيتصدم ابو شعر ده بيقول له ازاي؟ قال له هنسرق اي حاجه. وبيقول له لازم يا ابني علشان ده اللي هنبني بيه الحاجز علشان الشياطين. قال له انا محتاج مساعده الناس اللي معاها الشارات من الاكاديميه الاولى. قال له مرفوض يا صاحبي. وبعدها بيعرض بطلنا يعملوا مسابقه تانية. قال له انا عندي شرط ان الوحوش تشارك عادي. قال له انا موافق. وبعدها بنشوف الطلبه متجمعين وبيجي مشاعر وبيقول لهم ها كنت فاكر انكم هتخلعوا. وبيقول للطلبه عاوزكم تدمروهم. وبيقول له فين طلبتك يا معلم؟ قال له اهم. وبيصطدم منهم بخمسه. قال له يلا يا معلم. والحكم بيقول لهم يلا. وابطلنا بيهجموا بضربه واحده كلهم بيعيطوا. وفي ثانيه انتهى النزال. الراجل اتصدم بيقول يعني ازاي؟ طب تعالى انت كده ورينا قوتك. قال له لا. فقال البت تعالي وقال السيف ده مزيف وهي مش عارفه تطلع السيف اصلا، وهذه هي الانوثه يا زلمه. وبعدها المعلم بيقول له الحاكم قال له اننا نستخدم السحر الصامد اللي بتخلوهم يستخدموا سحر الالقاء
الفضاء بيقول له مالكش دعوه يا عم، والملك كان فوقه ابو الشعر اتصدم صدمه عمره، قال له ده بقول كده. فبيقول للحرس يلا دوركم جه. وبعدها بيقول لطلبه الاكاديميه الاولى انتوا هتتعلموا من الاكاديميه الثانيه، وبيقول هل احد معترض؟ كلهم وافقوا. وبعدها بياخد انستنا علشان يدوروا على حجر سحر كده علشان يصنعوا بيها الحاجز، وبيقولوا اكيد ارس دي عندها حجر كبير. بيقولوا انت هتاخده من ارس، قال لهم اكيد لا، وقال في طريقه تانية اننا نقاتل الوحوش. وبعدها بيهجم عليهم الوحوش، وقال مولوري بيقوم بالواجب وبيفرح جدا، بس ارس بتكون بتخرب الدنيا على الاخر. وانستنا بيتعبوا قوي في ارس تنين بتقول لهم ان في شخص وصل للطابق 650 وانا اعرفه. وبطلنا بيقول مع نفسه هي تتكلم عني انا عارف، وبيقول احنا نستدعي الوحش هنا. وبيقول للوري يلا ورينا شغلك، والصراحه بيمدها بشويه قوه واكيد بتنجح وبتشكره. وبيقول لارس يلا زوديها شويه سحر بس بالراحه يا بنتي علشان ما تدمريش المكان. بتقول له علم، وبوم بيخرج سحر قوي جدا. بيقول لها قللي يا غبيه، قال خلاص فات الاوان. وبيقول لها خلاص هيخرج وحش جبار قوي. وبيقول لهم اجروا. وبيزعق في ارس، وبتقول له فين يا عم قوتك الغبيه؟ قال لها الكلام ده ليا صح. وبعدها بيظهر تنين عملاق، بطلنا بيقول ده هيجيب لنا حجر كبير. وبتهجم ارس، وبوم التنين بيهجم فجاه وبيطيرها. وبطلنا بيقول لها يلا يا معلمه، وبتقول لتنين يلا يا سحليه يا كحيانه. والتنين اتعصب وهجم عليها. وبطلنا بيقول افضلي كده حبه، وبعدها يلا اهجموا يا نسات ما فيش حاجه بتحصل. فبطلنا قال ما بدهاش بقى، وفعل قوه سحريه في كل مكان. وانستنا اترعبوا علشان التنين اخد باله منهم، وارس بتحميهم وبتديله ضربه بتوقعه فبتجن عليها. وهي بتتكلم مع بطلنا بوم التنين داس عليها اخ وبتطلع بخير. وبيقول انا بجهز الدنيا، وبيقول لهم ابعدوا. وبعدها ارس بتقول تاني للتنين يلا يا سحليه يا معفنه اخرك فاضي. التنين اتعصب وهو ده المطلوب. وبطلنا بيبدا يعمل عكس الهجمه يا صاحبي، بس هياخد وقت حبتين. وبيقول لها ايه هربي بسرعه، وهي وقعت في الحفره على غبائك. وبطلنا بيحميها تعويذه وبوم المكان انفجر. وبيقولوا عليه بيقول لهم انا هنا. وبيقول لهم الحمد لله بخير عادي اقدر اسيطر. وبعدها ارس بتيجي وهي ماسكه حجر، وبيطمنوا عليها. وبيقول هو ده الوقت علشان تنضم لفرقتنا بقى. وبعدها بيقول تحب تنضم لينا، وهي وافقت وكلهم وافقوا. وبعدها بياخدهم علشان يصلحوا اللي الزفت عملته. وبيقول هنعلمك يا ارس علشان تاخدي على جسمك البشري ده. وفعلا بتبدا تدريب وبتكون دي النتيجه يا صاحبي. وبعدها تطلب لوري انها تجرب تعمل سيف، قال لها يلا انا وانتي. وهي بتفرح قوي. وبيقول لها يلا ورينا شغلك يا معلمه. قالت له هعمله ازاي بالسحر؟ قال لها عن طريق طبقات. وبعدها بيقول لها تخيلي كده واشتغل يلا. وبعد ما لعبك حبه فعلا بتعمل السيف. وبيقول لها يلا لسه بقى واحد. وارس بتكون بتتبهدل من القلب الصراحه. وبطلنا بينادي عليهم بيقول لهم لوري صنعت سلاح بنفسها، وبتجرب السيف كده وبيطلع فتاك يا صاحبي. وبيقول يلا يا ألما ورينا قوتك، وبتطلع بفتيك يا صاحبي. وبيقول يلا يا ارس ورينا شغلك. وبوم بتضرب في الحجر بتزلزل المكان والصدمه تعم يا صاحبي. وبعدها بطلنا بيقول يلا يا حلوين اجهزوا انتوا الثلاثه. وبيفرح حبه بانضمام واحده جديده للفريق. وبنسمع شيطان بيقول انتظروني يا ايها البشر. وتاني يوم بيجهزوا علشان يغطوا المملكه بالحاجز، والمدير قاعد يمدح حبتين في بطلنا وبيقول هو الفشيخ وبتاع. وبعدها بيقول اعملوا بكل جهدكم يا طلابي. بطلنا بيكتشف ان في حد اتسرب انهم هيعملوا حاجز سحري، وبيقول سيبوني دلوقتي انا مشغول. وبعدها بنشوف انستنا بيجروا وبيشوف القوه السحريه، وبيقول اكيد ده دليل ان الشياطين جايين. وبطلنا بيكون علمهم انهم يستخدموا اسهم ألمة على الشياطين ويدمجوا التعويذات بنفسهم. اتصدموا ايوه لازم. وبعدها بنشوف انهم عملوا دوائر وجابوا الاسهم وبوم بيهجموا على الشياطين واحد ورا تاني، وبصراحه شغلهم عسل. وبوم اختفت الفتحه وبيفرحوا انهم قضوا على الشياطين، ولكن الفرحه مش بدهم. وبوم بيحصل حاجه غريبه كده وبيقولوا لازم نرجع بسرعه. وبطلنا بيشكرهم على اللي عملوها، وبيقول دلوقتي انهم زادوا قوه بسبب تعويذه. وبيقول اكيد الشياطين هيظهروا فوق الاكاديميه ولازم ننجز. وبعدها بتيجي ارس وهي جايبه 40 صندوق يا صاحبي على العظمه. وبيروح انستنا للمعلم وبيحكوا انه بيجهزوا. بتقول لها ان في طاقه هائله فوق الاكاديميه بينشق الحاجز وبيظهر شياطين اقوياء وبيقولوا يا لكم من اغبياء ويلا كفايه كده. وبيهجم عليهم بقوه جباره قوي
وبيفكر الموضوع انتهى خلاص، ولكن بطلنا بتعويذة الحماية في الثانية حماهم، والمعلم بيقول للطلبة اهجموا، ولا بيعرفوا يعملوا حاجة، وألما بتقول للوري يلا، والشيطان اتعصب وبوم هجم، واللوري كل لما تعمل تعويذة تفشل، الشيطان بيضحك، والأمر كله في يد لوري مش عارفة تعمل ايه، وألما بتشجعها وفعلا بتنجح، وبيظهر سهم قوي جدا والشيطان تفاداها، ها ها ها، رجع تاني السهم وبوم جابه في الأرض، وخلاص ظهر شيطان تاني، واتضح انه ما حصلوش حاجة، وهجم هجمة قوية جدا وبيتفاداها، والشيطان بتظهر كلهم، واخ بطلنا وصل، والدنيا شكلها هتولع دلوقتي، وبوم هجم على واحد فرتكه، وبيتعصب القائد وبيقول يلا يا احمق وريني، وبطلنا بيهجم عليهم واحد ورا التاني بيفرتكهم، اخ وكله مصدوم من قوته ديت، وبعدها بيقول لهم الحاجز جاهز خلاص، وبيقول هضيف بس الحجر السحري وبح، والحاجز انتشر وكل المدينة فرحانة، وبيقول لسه المعركة مستمرة، وبعدها بيقول ان في حشد من الشياطين جايين، والمعلم بيقول الحاجز ده هيحمل مدرسة حبتين، وبعدها بنشوف سرد من الشياطين بتهجم عليهم، وبطلنا بيكون عامل فخوخ ليهم، وبيدمر واحد ورا تاني، وبيقول في وحش اكبر جاي، واخ ظهر 3 وحوش عمالقة، وبم بطلنا الغدار حدف ارس على الوحش، وارست الباقيين دمر الباقيين، وهو بيفرح قوي بفريقه، وبعدها بيقول الوحش وصل، وبيحكي ان الوحش ده بيعرف باسم اكل الفراغ علشان بياكل كل الوحوش اللي جنبه، وبيقول سيبوه يمتص، وبيقول اجهزوا هيخلص دلوقتي، وبيدي كل واحد تعويذه سحريه، وبعدها بيروح عليه احجار سحريه علشان يدمروها، والحاكم واقف يتفرج وكلهم خايفين، والوحش ظهر وهو عملاق قوي، وبطلنا بيهجم وبيعوره في رجله، وبطلنا طار عليها وبيديله في وشه، وبوم بطلنا بيقطع فيها وبيعمل سحر في سيفه، ضربه هنا على هنا وبيقول لهم ابعدوا، وبيعمل تعويذه قويه وبوم دي النهايه، نزل عليه بمرتده جابت اجله، والكل بيفرح وبيشكروه، وبعدها ارس بتقول انا جعت يلا، وكلهم بيفرحوا قوي حتى الحاكم، وبطلنا بيقول انا لازم اشوف دي مسات تانيه خارج هنا علشان ازود قدراتي، والتاني يوم المدير بيشكرهم وبيقول له انا هخرج حبه، قال له انا عاوزك معانا، وبيشكره على كل حاجه، وبيقول له لو عايز اي مساعده البلد هتكون معاك، وبيقول له شكرا، وانستنا بيزعلوا علشان بطلنا ماشي، فالمدير بيقول لهم عادي ممكن تروحوا معاه لو عايزين، وكلهم بيوافقوا، وبعدها بطلنا بيشكر المدير على كل حاجه، وبيقول له الاكاديميه في خدمتك، وارس بتقول لكم باي باي.